اهلا بيكم. الفيتامينز والشعر، كلنا دايما بنتكلم عن استخدام الفيتامينز، وفي ناس كتير بتجري ورا استخدام الفيتامينز بشكل غير مبرر، ظنا منهم ان الفيتامينز هي المشاكل الاساسيه اللي بتواجههم، علشان كده شعرهم مش صحي ومش سليم. طب خلينا نفهم القصه من اولها. كلنا عايشين على الفيتامينز، جسمنا من غير الفيتامينز ما يقدرش يعيش بشكل صحي وسليم. الانتاج الاساسي للفيتامينز بيكون عن طريق البق، عن طريق الحاجات الطبيعيه، الخضروات الطازجه والفواكه. جسمنا الطبيعي بدل ما عندناش مشكله في الامتصاص، لو صحتنا سليمه يقدر ان هو ياخد الفيتامينز دي ويمتصها من الجهاز الهضمي بشكل سليم ويوزعها على كل الاورجنز اللي في الجسم اللي محتاجه. فالشعر بياخد النصيب اللي هو محتاجه علشان ينمو بشكل صحي وسليم. يبقى اذا لو انا عندي ديفيشنسي او عندي نقص في احد انواع الفيتامينز، هو ده اللي الطبيب يقدر يقرره، وبناء عليه يقدر يقول انا محتاج ايه وليه ولمده قد ايه والجرعه عامله ازاي. الفيتامينز دي ممكن ناخدها عن طريق البق، يعني عن طريق اقراص، وفي بعض الاحيان في دلوقتي تطور في التكنولوجيز بتاعه تصنيع الادويه اللي بتوضع على فروه الراس، بحيث ان الفيتامينز تقدر تبنتريت وتوصل الى جذر الشعرايه عشان تقدر تغذيها بشكل سليم. اضافه لذلك في جلسات كتيره من حقن انواع مختلفه من الفيتامينز، واضافه للفيتامينز كمان الجديد الجروث فاكتورز او عوامل النمو المستخلصه بعنايه وبطريقه علميه سليمه، علشان نقدر نساعد الشعر انه ينمو باحسن شكل ممكن. انما استخدام الفيتامينز عمال على بطال او بشكل مش منطقي او علشان نفحت مع حد تاني، مش هو ده الصح، لان كل واحد بيختلف عن التاني في احتياجاته وفي حالته الصحيه الحاليه، وهو محتاج يعمل ايه عشان يوصل للشعر اللي هو يتمناه.